ايه هي اصعب الحاجات اللي في حياتنا، او ايه هي اصعب العلاقات اللي بنشوفها في حياتنا؟ الشخص الجوزائي. عارفين يعني ايه الشخص الجوزائي؟ الشخص ده حسب مزاجه، عاوز يبسطك فيبسطك، عايز يوجعك فيوجعك، عاوز يتعبك فيتعبك، عايز يطلع بيك السما وينزل بيك لسبع ارض هيعملها، وانت طبعا طول الوقت ماشي معاه حسب مزاجه حسب دماغه التخينه. ستوب 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 ستوب، واحدة واحدة يا جماعة. نصيحتي بقى ليك، اوعى تخلي فرحتك واقفة على حد أو حسب مزاج حد أو الشخص اللي انت بتحبه من كل قلبك. اوعى تخلي يومك حلو عشان هم حلوين معاك، واوعى تخلي يومك وحش عشان هم وحشين معاك. خد قرارك دلوقتي 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 اهو. اللي عايز يحب هيحب، واللي عايز يقدر هيقدر، واللي عاوز يديك زي ما انت اديته هيديلك، ومش هيقف يقول لا ده اداني ما ادانيش، لا. لكن اوعى تستنى ان هو يديلك او يردلك اي حاجة انت عملتها في يوم من الايام. الشخص ده اوعى تعيش معاه حسب طاقته او مزاجه. اقول لك اوعى تعيش معاه اصلا. عارفين يعني ايه اصلا؟ في النهاية انت خليك ثابت على موقفك، انت خليك ثابت على قيمك ومبادئك وتربيتك وعلى ذوقك وتقديرك لكل فعل انت بتعمله في حياتك. اوعى تتغير حسب اللي حواليك. خلي قلبك فيه الحب والمحبة، زي ما احنا عارفين اخدت الحب من حبه وعلمني احب الناس. خليك ثابت في كل تصرفاتك رغم تغيير قلوب كل الناس. ابعدوا عن الشخصيات المزاجية دي يا جماعة، شخصيات وعلاقات بتبوظ جدا جدا جدا. بس كده.